السلام عليكم. اليوم باش نعمل لكم سلطه مشويه اللي تحبوا تعرفوها. عندنا الفلفل والطماطم والثوم والعظم المسموطه والزيتون، وعندنا شويه ثوم، ونعملوا شويه بصل نشوه معاهم. توا اش نعملوا؟ نحطوا الفلفل يتشوي، خاطر هي السلطه المشويه بنتها على الكانون مش على الغاز، هي بنتها هكا. توا نخلوهم يتشو ونرجعو لكم بعد. السلام عليكم. توا باش نعملو شوربة مفورة تونسي. عنا البصل هنا حطوه يتقلى وانتو تعرفوا، ديما البصل ديما هو لونها. وعندنا شوية ثوم، خلوه يتقلى شوية. وقبلها عملنا الفلفل، هذا الفلفل وهذه الشوربة المفورة اللي باش نعملوها كيما الروز مفور، ولكن احنا نعملو زاد الشوربة والروز زاد نعملوهم الزوز. عندنا يستحق الحمص وشوية رن، ويستحق البصل، البطاطا، الجزر اللي هو سفناريا، والدجاج بالطبيعة. توا نحطو الدجاج متاعنا، نحطو الدجاج متاعنا ونخلوهم يتقلوا. وصليتتنا قاعدة تتشوي. من بعد كي نحطوها هاو نوريكم اللي يلزمها تتغطى. هذا الفلفل، هاو هذا الفلفل، وهذا هاو مازال. وعلى فكرة يلزمنا نخلو زوز قرون يلزمهم يتحرقوا شوية، القشرة كحلة، وحتى كي نحطوهم ونرحوهم يلزم بالقشرة متاعهم مش الكل، لا كان قرنين هكا باش تجيب اكل بنة ذيك فيها بنة خاص، بنة المطعم. رجعنا لكم توا، شوفوا البصل كيفاش حتى من الريحة نصلي على النبي. خلينا الدجاج متاعنا هاكا تقلى بالكدا. وتوا واش نعمل؟ لازمنا نصبوا شوية ماء، باش ما نخلوش التقلية في الزيت. نصبوا شوية طيب. من بعد عنا الهريسة، كم غرفة هريسة، وعنا مغرفة بريسك مغرفتين طماطم. عنا شوية هريسة اللي عملناهم المرة الأخرى. يلزم في الديمة المفورة، حاجة مفورة يلزمها شوية هريسة متاعنا هذيك متاع اللي هرسناه الفلفل شايع. خدينا شوية تابل الكروية، خدينا شوية فلفل زينة باش ما تجيش حارة. نحطوهم الكل مع بعضهم، نحطوا معاهم شوية فلفل ريحان. هذوما توا اش عملنا؟ توا الصوص متاعنا نخلوها ونحطوا فيهم الكعيبات الرند عاد باش تصيبلنا الريحة البنينة التونسية الزمنية. نخلوهم يتقلوا. توا هذه هي المكونات متاع الشوربة المفورة. توا واش باش نعملوا احنا؟ توا نزيدوها شوية ماء، نخلوها شوية ونزيدوهم شوية ماء. ديما نحافظوا على المكونات باش ما يتحطوش. نخلوهم هكا يتقلوا شوي. نرجعوا لكم باش نوريكم كيفاش تتعمل الشوربه. توا عندنا الشوربه لازمنا نفرغوها في الكاس. فرغوهم كلها
ما نحكي لكمش عليها والله باهية هذه، بنينة تهبط. تو تشوفوها في التقديم. الشوربة هذيا الأولاد يحبوها وبنينة، تجي بنينة خفيفة ماهيش رزينة. هذيا توا الشوربة، خذينا الشوربة توا متاعنا، ومن بعد نحطولها شوية زيت، عملتلها زيت زيتون. ما نحكي لكمش عاد على زيت الزيتون التونسي والريحة. نعملوا شوية ملح باش ما تجيناش مصوصة. وناخدو شوية كركم، ما نحطوش في المرقة، نحطوها خلي الشوربة تجي مكعبة من بعض مزيان. نحطوها بالقدا. هذه التخليطة بالقدا، هاكا الزيت وهاكا تجانست مع بعضها، والملح وكل شيء. نرجعوا لطنجرتنا توا، نرجعوا لطنجرتنا. باش نحطوا فيها توا الحمص خليتيه، نزيدوها الماء. نحكي لكش عاد على السلطة المشوية قاعدة تتشوي على الكانون والريحة نتاعها عاملة. هذيا توا المرقة نتاعنا نخلوها تطيب هي واللحم والحمص، نزيدو نخلوها شوي تطبخ شوية، ومن بعد نحطوا لها المكونات الأخرين، البطاطا والخضرة. توا هذيا نحطوا عليها، نخليها تغلي شوية ونحط عليها الكسكاس يتفور. توا نوريكم. توا صاي كملنا الصوص نتاعنا. توا في الاخر ديما انا نحط كل واحد وكيفاش نحط الثوم، ونخلو شويه ثوم للسلطه باش تفوح لنا، ما نحطوش برشا باش تهرب لنا المطعم، شويه برك نخلو حتى شويه هذوكم برك خاطر عندنا المشوي. توا باش نعملو نحركوها. توا هاكا عاودت تفورت، نخرجوها هكا. توا نقدموها باش ما نبصعوش المرقه ونمسحو الغاز نتاعنا. هاكا ريتي كي زدتها خاطر هي راهي تشرب وتزيد تبدر اكثر، ما تشوفيش هكا. هذه الخبزه وهذه الخبزه نزيدو نقلبوها. نقلبوها هاكا. قلبنا الخبزه توا صاي. واش نعملو؟ نحطو نقلبو هذه هكا. توا التطويره الثانيه قدرة ربي تجي سوا. هذه المرقه نتاعها نخليها. نرجعوش للخبز نتاعنا هذايا صاي. نرجعو لهنا الطماطم والبصل صاي. اما ديما غطوا باش من بعد كي تجو تقشروا الفلفل تلقاوه حاضر. صافا توا جيست شويه بركه يا خو عمل. نزلت شويه بركه ومن بعد للتقطيع. عملتلكم خبز ملاوي. انتم معناها تعب كيفاش نحطوا السميد والماء والملح، مش باش نوريكم تبارك الله عليكم حراير مصر تعرف كل شيء، ولكن انا حبيت نختصر خاطر عملت برشا حاجات. هذا الملاوي انتم تعرفوا كيفاش تحلوها هكا وتعملوها ترقوها برشا لين هاكا تولي ترانسبارون. هاكا نحطوا فيها الزيت ونحطوا هكا في الانفلوب، ومن بعد هاكا ونرجعوا هكا ونرجعوا هكا.
توا ناخدو الكعبة اللي عملناها أول مرة. ها ديما نمشو للجنابي. ها تعرفوا عاد انتم هالحاجات هذيا عاد تبارك الله عليكم ما شاء الله. توا عادة باش تتخلط الخبز وريحة الخبز ما شاء الله، وريحة السلاطة المشوية وريحة الشوربة هاي قاعدة تغلي توا تنوريها لكم ما شاء الله. توا اش نعملو؟ نهزوها هكايا ونحطوها في الحقلة نتاعنا، ومن بعد اش نعملو لها شوية زيت. هذيكا هيا، ومن بعد نشوف للشوربة نتاعنا. هذه شوربة هكا فورة، نشوف ناخذوها هكا هكا كيف ما عملنا للكسكسي كومان، اما كيف حتى المرقة تجي خفيفة. كيما عملنا للكسكسي نعملو للشوربة. نقلبو هذيا منقلوهاش، نقلبوها نتهوى، نحركو هذيا نحركوها، ومن فوق نحطو الخضرة نتاعنا. مع هاي الخضرة نحطوها هذيا كيف هذيا فما شكون يعملها بالماء يسقيها، ولكن لا، خاطر انا باش نزيد شويه سقا شويه مرقه، نزيدها شويه ماء الوحده طنجره ونخليها. صلي على النبي. نحطو هذا هكا، نزيدوها ماء باش تجي خاطر تشرب الماء هاي هاكا، نحطو هكاكا ونعاودو نرجعوه ونغطوه للطنجرة. باهي نرجعو للسلاطة المشوية. احنا السلاطة صايي الفلفل تشوي صايي، توا جينا البصل والطماطم كمان نزيدو نشوه. هاي والثوم، ها هما مكعبات ثوم خاطر مش برشا، والبصل، ونخلوه ونرجعو لكم السلاطة. من بعد توا سقيناه، ومن بعد باش عملنا له شويه كمون، معناها اللي يحب الكمون يعملو، اما هو راهو بنين، الشوربه تجي بنينه بالكمون، وزدناها شويه سقا باش نخلوها تشرب، وشويه فلفل اكحل في الاخر شويه بركه كنكهر. ومن بعد نحرقوهم ونرجعو لكم بعد في التقديم. توا نقول لكم كملت الشوربه. هذه شربتنا ما شاء الله، وهذه السلاطة المشوية اللي يحبوها التوانسة الكل بالطن والعظم والزيتون رحيناها، وهذا الخبز الملاوي، وهذا كانونا اللي عملنا فيه سلاطة باش تنحي الريحة في الكوجينة. وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الروايح الكل موجودة. صلي على النبي تربح. ها ويجوا بسم الله، يجوا بسم الله. هاي السلاطة المشتية بتاع تونس، هاي كولوا، صحة وبالشفاء.